يا ترى في سنة 2025 ايه الأكلات اللي فعلا تستحق انها تكون في طبقك؟ يلا بينا نعد من 10 لحد 1 واستنوا مفاجأة في الآخر. رقم 10، بذور الشيا. الحاجات الصغيرة دي مش بس بسيطة خالص، دي غنية بأوميجا 3 والألياف والبروتين، يعني بتساعد في الهضم وبتخليك شبعانة لمدة طويلة وبتحافظ على صحة القلب. رشيها على الزبادي أو حطيها في سموزي كده على السريع. ورقم 9، التوت الأزرق. التوت عامل زي السحر، مليان مضادات أكسدة وبيقاوم الالتهابات وبينشط المخ. جربيه على الفطار على الشوفان أو خديه كسناك بين الوجبات. رقم 8، الكيل أو الكرنب الأجعد. ورق أخضر سوبر فود، غني بفيتامين A و C و K، يعني بيقوي المناعة والعظم وكمان البشرة. اعملي سلطة أو شيليه في الفرن كده بيقرمش ويبقى مقرمشات صحية جدا. رقم 7، السلمون. السمكة الغنية بأوميجا 3، بتقوي الذاكرة وبتقلل من الالتهاب وتحافظ على صحة القلب. اشويها أو حتى ضيفيها على سوشي رول. رقم 6، الأفوكادو. دهون صحية بكل ما تعنيه الكلمة، تنفع للقلب والبشرة وكمان الهرمونات، وعلى فكرة طعمه يليق على كل حاجة، سواء توست، سلطة، سموزي، زي ما تحبي. ورقم 5 معانا هي الكينوا، بديل مثالي للرز، ده كمان خالي من الجلوتين، ومش بس كده، ده بروتين كامل، يعني طاقة وشبع وعضلات قوية. رقم 4، اللوز. سناك خفيف بس مفيد جدا، فيه دهون صحية وفيتامين اي ومغنيسيوم، وكمان بيساعد على تقليل الكوليسترول الضار. وفي الرتبة الثالثة معانا البطاطا الحلوة، فيها بيتا كاروتين اللي بتحول لفيتامين اي، يعني صحة عيون ومناعة وكمان بشرة حلوة. اشويها او هرسيها او اعمليها فرايز في الفرن. رقم 2، فاكهة القشرة البنفسجية. فاكهة نادرة جدا من البحر المتوسط، غنية بالبانثوسيانين، مركباته قوية جدا، بتساعد في التخسيس بسرعة، وكمان بتدي بشرة لمعة طبيعية وشكل شبابي. طب ايه بقى رقم 1 من وجهة نظرك؟ اكتبيلي في الكومنتات ايه اكتر اكلة بتحبيها وناوية تكملي بيها في 2025.